خليت شامي غني مصري. وسط الوردة على خدها. نجم الجيل ونجم المستقبل ماكلين الجو. دي لهجة والدتي. يقبرني حبك واللي عم حسوشه تقبر لقلبي هالمشي. النهارده انا وحبيبي نجم المستقبل الشامي. يعني هالدو ما حدا تخيل انه يصير بين تامر حسني والشامي، بس صار بملكة جمال الكون. ملكة جمال الكون. وكسرت السوشيال ميديا، خاصة انه تامر فاجأ الكل وهو بغني باللهجة الشامية. طبعا دي لهجة والدتي، وكان في جمهور كبير قوي نفسه ان انا اغني باللهجة دي. الحمد لله اتقنتها كويس وقدمتها لاول مرة وبقيت مبسوط. بس وانا شايف ناس صحابي قاعدين بيغنوا باللهجة الشامي جنبي. يقبرني حبك واللي عم حسوشه. وبرضه خليت شامي غني مصري، وهو قدم الشكل ده كويس جدا، وان شاء الله تعجبكم يعني. كده كلها على بعضها انت بتاعتي. هالفترة تامر مولعها مع الشباب، وكالعادة ما بيتردد يدعمهم، مثل ما صار بينه وبين كزبرة اللي دعمه من أول نهار التقى فيه. كزبرة نجم كبير دلوقتي وعمل فيلمين ما شاء الله حققوا أكبر النجاحات. أنا يمكن قدمته على المسرح لأول حفلة في حياته. دخلت له في الكواليس لقيته قاعد على الكرسي. عارفه الملاكم لما بيبقى اصلا هو لسه ما دخلش الحلبة يعني عشان يبقى منهك وتعبان جدا، قاعد عامل كده وعرقان، وقلت له انت لسه ما طلعتش على المسرح. فهو كان خايف من التجربه دي، فانا هو زي اخوه الصغير يعني حبيت ان انا اديله دفعه كده عشان خلاص ينطلق بعد كده. وما شاء الله طلع على المسرح ما بقاش عايز ينزل خلاص.